ست ساميه اتفضلي. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. ازيك يا دكتور؟ مبروك. الحمد لله يا ساميه. ربنا يخليك على برنامجك، احنا بنستناه على فكره. ده شرف ليا والله. رائع. شرف ليا يا فندم. ربنا يكرمك يا رب امين. ويزيد من امثال حضرتك. امين يا رب، فيما يرضيه. امين يا رب. ربنا يخليك. اي اتفضل. انا عندي مشكله تخص بنتي. معاك يا فندم. بالنسبه هي لسه متجوزه بقالها 4 شهور، داخله في الخامس. وهي متجوزه عن حب. كويس. واحنا ما كناش يعني سالنا الاستفسارات الوجبه، لانهم قالوا بيحبوا بعض ومتفاهمين، فاحنا قلنا اوكي. هي دلوقتي بتشتكي ان جوزها بيعاشرها بالحرام، مش بالطريقه الطبيعيه. ما سمعتش بقى، دي اخر حاجه سمعت كلمه الحرام. ماله؟ هو بيعاشرها بالطريقه ربنا محرمها. يعني عايز يعاشرها كده بالطريقه المحرمه. بالطريقه الطبيعيه ما بيمارسوش الناحيه دي. وهي يعني احنا ما كنا بنتكلم في الخلفه وايه اولاد والكلام ده، فهي قالت ده احنا ما بنمارس. طبعا هي ما قالتش قدامه. قالت لي وقالت لاخوها وقالت لوالدها ان هو ما بيمارس بالطريقه الطبيعيه. فانا بقول له ده حرام، لان هي دخلت وقرت ان ده حرام، وطبعا ده حرام. اول ما قالت لنا قلنا لها حرام. تمام. فقالت انا بقول له كده كتير، فيقول لها لا يمكن، مش هعمل كده تاني. وفي نفس التوقيت بعد ما يكونوا اتفقوا على كل حاجه ما يعملش الا كده برضه. وفي بعض الاحيان بالعافيه، يجبرها بالعافيه على هذا الوضع. فهو يعني اتكلمت معاه كتير جدا، وبعتت له مقالات ان دي حرام ولازم نعيش بالحلال. فلا امل. هي تعمل ايه؟ هو في امل طبعا، لازم يكون في امل. في امل. اولا هي طبعا بدام حضرتك 4 اشهر وهي قالت وقال لها حاضر، لانه ما صرمش وقال لها لا من اول الامر. لكن كلمه حاضر دي لو هي قويه سنه ربنا هيكرمه وهيتعدل. انا مش شايفها مشكله، لان المشكله يعني معناها عمليه صعبه شويه. عايش عيل شاب افسدته الرؤيه اللي بيشوفها على الهود بيرد كان، واللي هي دلوقتي موجوده في كل داهيه وفي كل حته وفي كل ثانيه، وبيشوف حاجات هو حاسس ان دي متعته فيها، فخد جانب الشذوذ. الحياه كلها فيها حاجات خايبه وفيها حاجات مش مظبوطه، وعلاجها زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن. يعني عالج بالراحه. وقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بس كويس ان هي بقى لها 4 شهور بس. هو حضرتك لازم تعملي اسطبايه. اسطبايه بمعنى ان انت عرفتي والكلام كان قدامك وانت امها وامه، هتقولي له 3 الكلمات، وهتقولي له خلي بالك واسمع عمك الدكتور مبروك عطيه، لو سيادتك مصر على كده ما عندناش حل تاني غير الطلاق. احنا بنعالجك عشان الحياة تمشي. حضرتك مصر على انك تعاشر مراتك من وراها من مكان القذارة والوساخة، وتعرف ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الملعون من اتى امرأته في دبرها، واللي خد ختم اللعنة يعني ارتكب كبيرة. مراته بقت محرمة عليه وهي مراته في المكان ده، محرمة عليه في المكان ده. اللي محرمة عليه في المكان ده يعني عاصي ومجرم ومرتكب كبيرة، وعنده المكان اللي ربنا قال عليه فأتوهن من حيث أمركم الله. وربنا أمركم بهذا المكان اللي هو موضع الولادة. ممكن لو انت عايز تعالج يعني شوية فيك هوى لهذا المكان، في وضع يخليك تعمل كده من غير ما تلمس مكان البراز، لان مش المهم ان يبقى وشك في وشها، وان كان ده الوجه الاعلى. الوجه الاعلى بقى بتاع القديسين بتاع لكن عايز تتمرجح ايه يعني هيجرى ايه في الدنيا؟ المهم مفيش حاجه فيك توصل الا للمكان اللي هي بتولد منه وبتنزل منه الدوره، عشان ده الطبيعي والنظيف والجميل. عايز توصل بقى هذا المكان الى هذا المكان باي anyway you can, no problem, no حرام، فول ستوب. تاني قول. مين يا فندم؟ سمية. سمية بالسين. يلا يا سمية. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا كنت عايزه
اخد رأي حضرتك في حاجة، يعني عايزة حضرتك تشور عليا في حاجة يعني. قولي. انا اكتشفت كذا حاجة كده في جوزي بعد الجواز. في جوزي ايه؟ في جوزي ايه بعد الجواز؟ عملتي ايه؟ اكتشفت كذا اكتشفتي ديسكفر. ما هو احنا ما بنعملش ديسكفر والديسكفر قبل قبل الجواز. احنا قبل الجواز بنبقى شوكولاته وبسكوته والصينيه داخله والصينيه خارجه واشرب وهي والله العظيم ما في عندنا غير كده قبل الجواز. وحماده جاي يوم الجمعه، يا ماما الجمعه اللي فاتت كل بط، لا نجيب حماه. طب انت يا هبله ما بتعرفيش تحشيه، الجار بنت خالتي نجيبها ونعزمها بس وخلاص. احنا ما بنعرفش نتجوز قبل ما تقولي يا بت. مش ده اللي حصل؟ لا انا يعني الحاجات اللي حضرتك بتقولها حصلت. ايوه انا افتكرت ما كلش بط وحمام عندكم. ايوه لا كان والله. دي كانت تبقى فضيحه. لا والله كان. يا حبيبتي. ايوه بعد الجواز بقى ابتدت الخيبه. تقولي يا لهوي هو ده؟ يعني هو اللي اتصال اللي قبل حضرتك مش استاذه وستنا واختنا العزيزه قالت ان الولد والبنت قال كانوا بيحبوا بعض، دول كانوا يعرفوا حب؟ لا. وفي الاخر قال لها لا مش هجارك الا من هنا عاجبني. طب هنا ربنا خلقه وبقول لك ايه؟ انا مش عايز الا كده. نعمل فيه ايه ده؟ نستمر على الخيبه نروح النار بقى. وده لازم اقول لكم كلمه الاستمرار بس بعد الاتصال. قولي يا حبيبتي اهم حاجه، في حمل جه ولا لا؟ لا لسه والله يا دكتور. بقالك كام شهر متجوزه؟ بقالي حوالي سنه وشهرين. اديك الفرصه تتكلمي دقيقتين، يلا قولي. انا اكتشفت ان البيت اللي انا قاعده فيه ده مش بتاعي اصلا، مش بتاعه هو. كان كذب عليا وعلى اهلي وكده، قال ان البيت بتاعه وحصلت مشاكل وقال انا هجيب لكم العقد ومش عارف ايه، وفي الاخر طلع البيت فعلا مش بتاعه. طلع بتاع مين؟ طلع بتاع اخته، واخته عامله معاه مشاكل وعايزه تطرده من البيت. طبعا. وبس. واكتشفت ان هو عليه ديون كتيره جدا، بعتله الذهب واهلي كانوا نقصوني في اول الجواز يعني بمبلغ محترم اديتهوله. بس وديون لسه ما خلصتش. وهي النقطه هتعمل ايه يا حبيبتي؟ ابتديت اكتشف بقى ان هو كذاب وبخيل. ما هو بخيل، ما هو لازم يكون بخيل. ده هو معاه حاجه اصلا عشان نقول بخيل ولا مش بخيل؟ ده البخل سمه. يعني البخل طبيعي جدا. واحد ما معهوش ما هو لازم يكون، ما اعرفش، انا ما اقدرش اقول عليه بخيل الا اذا كانوا معاه، لكن هو ما معهوش اهوت. هي جوازه. انا اسالك سؤال بس واحد، انت كنت تتمني تستني شويه وتتأني لغايه لما تطمني وما تتجوزيش كالفتى كده؟ بيجيلك الاحساس ده؟ يعني بيجيلك احساس انك انت نفسك ومنى عينك ترجعي الايام تاني وتدرسي كويس وتقولي لا؟ ايوه. وفي حمل ولا مفيش؟ لا مفيش. متأكدة؟ واخواته بيطلعوا عليا ان انا لا سيبك من اخواته يطلعوا. انا بس هسألك سؤال، هو الواد يقدر لو اخته قالت له امشي بره يقدر يجيب لك شقة؟ ايجار حتى، ايجار. ما هو اصل الفاس وقعت في الراس، فاحنا لازم نعالج. المعالجه يعني ايه؟ طلاق كده مره واحده؟ لا طبعا، ده احنا لسه الفوط حتى نستعملها الاول. بس انا بقى بسال، احنا خلاص ندمانين ان احنا تسرعنا، ودي جوازه غلط، واللي زي جوزك ملوش جواز شرعا. ده تهريج وسوء ادب مع ربنا، وبنتخذ ايات الله هزوا. البيت يبقى مش بتاعي واقول ده بتاعي ويطلع بتاع اختي واصدم البنيه واجيب لها حسره، وكل حياتك بدل ما تبقى يا لولي تبقى يا لهوي. ده مش جواز، دي مش عيشه اصلا. فلازم ان احنا نقول طيب الولد ده بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ ما كانش بيشتغل، واشتغل اليومين دول لما بابا زعق معاه. طب كويس ان هو اتاثر ببابا وسمع كلامه. خلي بابا يتبناه في التربيه دي، يبقى يروح يشتغل ويجيب شقه ب 414 وتتنقلوا فيها سنه سنه لغايه لما ربنا يكرمكم وتحوشي وتجيبي لك 100 شقه تمليك يا رب، ما دام هو عايزك. واكيد انتوا فتحتوا معاه موضوع الكذب وقال انا مش كذاب، بس انا عملت كده عشان ترضوا تجوزوني الحليوه حبيبه قلبي انا روحي. ما قالش كده؟
ايوه قال كده. طب مش انا كنت حاضر معاه؟ ما هو ده اللوجيكال وده الطبيعي. لو كان قال ايوه انا كذاب واعلى مفخلك اركبيه يبقى قليل الادب وما عندوش ريحه الدين. لكن هو مش عارف حاجه. اعصابي تعبت يعني. ما قولي يا حبيبتي. المشكله ان انا خلاص اعصابي تعبت، مش قادره استحمل اي حاجه تاني وفي لا لسه بدري عليكي، اوعي الوهم ده ما يسيطرش عليكي يا حبيبتي. خلاص ده بقى راجلك وجوزك وانت اللي اخترت غلط. لا استني بس. ما هو انت افتكروا كلامي، اللي اختار غلط يستحمل علشان يأدب نفسه، يستحمل فترة معقولة. المشكلة كلها في لو جه حد، لو حد جه دي المرمطة الحقيقية اللي مش مظبوطة. لكن هنقول ايه؟ الحياة ممكنة بايه؟ انه يشتغل ويجيب شقة ويتقي ربنا فيكي ويجتهد ويبني نفسه من جديد. انت كده كده بقيت مراته، فما نستعجلش بالحشه دي. الحشه دي اسمها شيل ده من ده يرتاح، او شيل ده عن ده. انا طبعا الناس بتقولها غلط. شيل ده عن ده يرتاح ده من ده. ارتاح منك مش يرتاح ده عن ده. مفيش حد بيرتاح عن. اسمها شيل ده عن ده يرتاح ده من ده. ده مش علاجي، انا معرفوش. انا بقول دعوه للاستماته كي تستمر الحياه. بايه؟ بالجهاد اللي باين له ثمره. انما لو ما فيش ثمره ما اقدرش اقول للناس عيشوا وانتم ميتين، مش انا برضه. لكن لازم نفهم ان في القران في اخر سوره الحج وجاهدوا في الله حق جهاده. فانا يعمل ايه اللي غلط؟ يتحمل نتيجه خطأه، لان القران فيه كده. القران فيه قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. يبقى نعمل ايه؟ نقول ظلمنا انفسنا فاغفر لنا. ده ربنا يقول كده. نعم. يلا يا امال. الو يا امال اتفضلي. الو. ايوه يا دكتور. ايوه. الو. ايوه يا دكتور. الو. ايوه يا امال.